القوات العراقية تعد بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي عملية عسكرية لاستعادة مدينة الرمادي من مقاتلي تنظيم الدولة. وباراك أوباما يجتمع مع كبار مستشاريه للأمن القومي لدراسة تطورات الوضع في العراق. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن مقاتلي المعارضة تمكنوا الثلاثاء من السيطرة على أكبر قاعدة عسكرية متبقية للنظام السوري في محافظة إدلب. 1850 قتيل وأكثر من نصف مليون نازح في اليمن منذ بداية عملية عاصفة الحزم. وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي تؤكد أنها لن تجري محادثات مع الحوثيين قبل انسحابهم من المدن. أهلا بكم. تواصل القوات العراقية مدعومة بقوات الحشد الشعبي الاستعداد لبدء عملية عسكرية لاستعادة مدينة الرمادي بعد أن أحكم تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته عليها. تطورات الوضع في العراق كان موضوع اجتماع عقده الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع كبار مستشاريه للأمن القومي تطرقوا خلاله إلى استراتيجية التصدي لتنظيم الدولة. وعقب الاجتماع صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الرئيس أوباما يدرس إمكانية تسريع تأهيل وتجهيز عشائر محلية على أمل استعادة مدينة الرمادي من تنظيم الدولة. لن يكون فقط حشداً شيعياً أو سنياً لاستعادة الرمادي من تنظيم الدولة الإسلامية، بل سيكون حشداً تنضوي تحت لوائه كل الطوائف العراقية. هذا ما أكده متحدث باسم البيت الأبيض، مشيراً إلى ضرورة خضوع هذه القوة العسكرية لسيطرة القيادة العراقية. تأتي هذه التصريحات بعد وصول آلاف من المقاتلين من الفصائل الشيعية إلى قاعدة عسكرية بالقرب من الرمادي عاصمة محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، وتزايد الخوف من تكرار حدوث انتهاكات بحق أهالي المدينة السنة. علينا أن نحرص على أنه نتجنب بعض الحوادث السيئة التي قد تثير الحالات الطائفية، أو أنه هنالك مشاعر انتقامية، على اعتبار أعطيت لهم الفكرة بأنه هذه المناطق هي إما دواعش أو حواضن لداعش. وكانت أشرطة مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت فرار عدد من الجنود من الرمادي، ما يذكر بمشاهد سقوط الموصل وانهيار الجيش العراقي. صارت عندنا الخيانة من الشرطة، قاعد تعوف المناطق واحدة ورا المنطقة. اجت من الملعب، سقط الملعب 12 بالليل، قالوا سقط. نطالب بالقوات الحشيد والجيش اللي يجي هناك ببغداد وغير بغداد. وتأمل الحكومة العراقية وقوات التحالف تجنب أخطاء الماضي بتشكيل قوة عسكرية موحدة لاستعادة الرمادي التي راح في معاركها مئات الأشخاص، ووصل عدد النازحين عنها إلى 40,000. ويواصل سكان مدينة الرمادي الفرار باتجاه العاصمة بغداد هربا من تنظيم الدولة الإسلامية. الأمم المتحدة أكدت أنها تسعى لإيصال المساعدات وإعانة جميع النازحين، لكنها حذرت من عدم قدرتها على استيعاب هذا العدد الهائل من اللاجئين. من جديد آلاف النازحين يتجمعون عند منفذ بزيبز الذي يربط محافظة الأنبار بالعاصمة بغداد هربا من أحداث الرماد الملتهبة بانتظار الموافقات الأمنية التي تأخرت هذه المرة أكثر من سابقاتها. كنازحين ماكو وين نروح، يعني بغداد قبضت، الشمال قبض، قام ما حد يستقبل مرور هذا الجسر، صار إلا بكفيل إلا كفيل يلا تقدر تدخل من هذا الجسر. وين اروح؟ مخيمات للنازحين ماكو، مخيم حتى يعني مبيت مؤقت للنازحين ماكو. أهالي هذه المنطقة باتوا الملاذ الوحيد للنازحين من الرمادي ومدن الأنبار الأخرى ليقاسموهم همومهم على أمل أن يمر النازحون إلى العاصمة أو إلى إحدى محافظات الجنوب. أنا من هاي المنطقة، والمعاناة مع المهجرين والله ما تسولف، يعني أكثر من 3 أيام يطلعون من الحبانية يصلون للجسر 3 أيام. ونطالب أن تكون هذا الجسر وهذه المنطقة هي منطقة شرف وخير وأمل للنازحين، ونقول لهم أينما كانوا والمهجرين أينما وجدوا فنحن معكم، ونحن نفرق لكم بيوتنا ولا نخليكم بدون عيش. السلطات الأمنية في بغداد تعزو تأخر إصدار الموافقات الخاصة بدخول النازحين إلى الإجراءات المتبعة في التأكد من هوياتهم خشية تكرار سيناريو تسلل عناصر إرهابية إلى داخل العاصمة.
عمل اللجان الأمنية في القواطع بتطابق الأسماء النازحين مع الموجودين والتأكد من هوياتهم إن كانت مزورة أو كانت صحيحة. هذا عمل مرهق طبعا جدا. طبعا أيضا علمنا أن استخبارات بغداد بدأت قبل أيام بالفعل بزيارة النازحين والتأكد من هوياتهم. تؤكد السلطات الأمنية أن هذه الإجراءات تحتاج بعض الوقت، في وقت تتحدث الإحصاءات المعنية عن وجود ما لا يقل عن 25 ألف نازح أضيفوا إلى لائحة نازحي العراق خلال الأيام القليلة الماضية. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي المعارضة قد تمكنوا أمس الثلاثاء من السيطرة على أكبر قاعدة عسكرية متبقية للنظام في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. المصطومي محرر بالكامل. مقاتلو المعارضة السورية وعلى رأسهم جبهة النصرة يسيطرون على معسكر المصطومة، حيث يرابط ألاف من جنود النظام. معسكر يضم معدات ثقيلة وذخائر وكميات كبيرة من السلاح. وتعد المصطومة أكبر قاعدة عسكرية تحت سيطرة النظام في محافظة إدلب شمال غرب البلاد. انسحبت كل قوات النظام من معسكر المصطومة، أكبر القواعد العسكرية المتبقية لها في محافظة إدلب. المعسكر الآن بكامله تحت سيطرة جيش الفتح. وجاء هذا التقدم لمقاتلي المعارضة بعد هجوم بدأ الأحد عقبته اشتباكات استمرت يومين بين قوات النظام وجيش الفتح المؤلف من عدد من المجموعات الجهادية. ولم يبقى للنظام تواجد نوعي في محافظة إدلب إلا في مدينة أريحة الواقعة على بعد 7 كيلومترات من المصطومة. أريحة التي هب إليها جيش النظام لمنع سقوطها أيضا في يد قوات المعارضة، والتي لا تزال تعرف معارك عنيفة بين الطرفين. وأكد الإعلام الرسمي السوري ضمنيا انسحاب قوات النظام من المعسكر، مؤكدا تحول وحدة الجيش التي كانت ترابط في معسكر المصطومة لتعزيز الدفاعات في أريحة. إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى مقتل أكثر من 15 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، واستمرار محاصرة حوالي 150 عنصرا من جيش النظام والميليشيات التابعة له بالمستشفى الوطني في جسر الشغور. الحرب المستمرة في سوريا تسببت في نزوح ما يقارب عن 4 ملايين لاجئ منذ بداية الحرب إلى البلدان المجاورة، معظمهم في الأردن. منظمات الإغاثة تواجه صعوبات لضمان توفير المواد الأساسية لهم بسبب انخفاض التمويل منذ بداية العام. انخفاض الميزانية المخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن أجبر وكالات المساعدات الدولية على خفض المواد الغذائية الحيوية التي توزعها عليهم. الوضع مأساوي منذ أن انخفض مستوى مساعدات المانحين. بعض الأسر قالت لنا إنها اضطرت إلى خفض عدد الوجبات اليومية، وأحيانا تسحب أطفالها من المدرسة. منذ بداية العام تضاعف عدد الأشخاص غير القادرين على توفير الغذاء لأطفالهم. 4 سنوات بعد اندلاع الأزمة السورية، الكفاح للبقاء على قيد الحياة يبدو أكثر صعوبة لبعض اللاجئين. نادرا ما يحصلون على رخصة عمل في الأردن بسبب عراقيل قانونية. كل واحد يبذل ما بوسعه لتلبية احتياجات عائلته. المساعدات اللي بتجينا يعني الكوبونات ما هي كافية، يعني مضطر نشتغل بوسب مثلا الدراق البندورة، هي شغلات، والزيتون نفس الشيء. شو مشان نكفي، لأنه عيلة مثلا كبيرة بتعد من 12-13 نفر، ما بكفي الكوبونات، يعني 20 شهر بضل شيء. الأردن تستضيف حوالي 630 ألف لاجئ سوري، منهم 100 ألف موزعون على 3 مخيمات، بينما الباقي يعيش في المدن والقرى في محاولة لبناء حياة جديدة. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1850 شخصا في اليمن وإصابة أكثر من 7000 آخرين بجروح، بالإضافة إلى تهجير أكثر من نصف مليون نازح منذ بدء العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن. بالكاد ودع اليمنيون الهدنة الإنسانية الهشة حتى استقبلوا القصف الجوي مع استئناف السعودية عملياتها العسكرية على العاصمة اليمنية صنعاء. فأين المفر؟
سؤال لا يجد له اليمنيون أي جواب، فالغارات التي تستهدف تجمعات للحوثيين ومخازن أسلحة لا تفرق بين البشر والحجر. قرابة 2000 قتيل وأكثر من نصف مليون نازح منذ نهاية آذار مارس هي حصيلة أعمال العنف في اليمن، حصيلة تدفع البعض لتوجيه أصابع الاتهام للعملية السعودية التي وصفت بإعادة الأمل. هذه العملية هي عملية سيئة لازم ندينها. في حين تشتعل المواجهات المسلحة بين قوات الحوثيين وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى في قلب الأحياء السكنية في صعدة وعدن وغيرها من المدن، تتمسك السعودية في مؤتمر إنقاذ اليمن بموقفها الرافض لإجراء محادثات سلام مع الحوثيين الذين لم يشملهم اللقاء ولم توجه إليهم دعوة لحضوره. اجتماع وصف بأنه أحادي الجانب، ما دفع الأمم المتحدة إلى العمل على إجراء محادثات جديدة في جنيف. نعمل كذلك على تحضير اجتماع جنيف الذي ندعو له كل الأطراف ونريده أن يكون اجتماعا شاملا لكل الأطراف اليمنية، وما زلنا إلى حد الآن متفائلين جدا أن هذا الاجتماع سيحصل. تفاؤل أممي وفصاحة خطابية في مؤتمرات للإنقاذ قد لا يلقيان الصدى المطلوب في ميدان القتال. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينتين حربيتين إيرانيتين انضمتا إلى سفينة شحن تريد طهران إدخالها إلى اليمن دون تفتيش. وقال البنتاغون إنه يتابع تحرك السفن الإيرانية عن كثب ولا يساوره قلق زائد في الوقت الحالي. قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن قوات الأمن تمكنت أمس الثلاثاء من قتل ما لا يقل عن 22 متشددا من الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية خلال اجتماع لهم في ولاية البويرة الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة. وأضافت الوزارة أن هذه العملية أسفرت عن مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة من بينها 11 بندقية من طراز كلاشينكوف ومن دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وفي ظل رغبة الآلاف من المهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، يزداد العبء على دول الضفة الجنوبية للمتوسط المعروفة بدول العبور. ليبيا التي تعاني من انفلات أمني كبير على طول حدودها الجنوبية الشاسعة تعد من أكبر الوجهات التي يقصدها الطامحون إلى العبور إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. الهجرة غير شرعية نحو الأراضي الليبية أصبحت مشكلا حقيقيا يؤرق السلطات المحلية، ولا سيما في ظل الانفلات الأمني الكبير على طول الحدود الجنوبية للبلاد، لتكتظ مراكز الاستقبال أكثر فأكثر بالوافدين على غرار مركز توكرا القريب من مدينة بنغازي. الإحصائيات الهجرة غير الشرعية فوق من 838 من الجنسيات مختلفة. ورغم الوعود الأوروبية بإعانة دول عبور المهاجرين غير الشرعيين ومساعدتها في التصدي لهذه الظاهرة، اشتكت السلطات الليبية من غياب أي تحرك غربي إلى الساعة. ما فيش أي إعانة يعني من الدول الأوروبية اللي عند الوقت اللي عند الساعة الحالية، نحن ما ريناش منهم شيء. غياب المساعدات الأوروبية والغربية لم يمنع الليبيين من الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية للمساعدة والإحاطة بالمهاجرين. قام الفرع هلال الأحمر فرع توكرا بتشكيل فريق طبي متخصص، وكشفنا عن النزلاء في المركز وصرفنا لهم العلاج وحولناهم ودنا مركز القسم عزل كإيواء الناس اللي مرضى. بعض هؤلاء المهاجرين عبر الحدود الصحراوية بهدف الوصول إلى السواحل المتوسطية للإبحار في اتجاه أوروبا، بينما يحلم آخرون بالعثور على عمل في ليبيا. طبعا أنا خشيت ليبيا، خشيت من النيجر. نعم، وخشيت نخدم بس. خشيت ليبيا، خشيت نخدم بس. نعم. وفي الوقت الذي هدد فيه الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة وردعة لوقف توافد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيه، تواصل دول الضفة الجنوبية للمتوسط بدورها تحمل أعباء محاربة هذه الظاهرة واستيعاب أعداد متزايدة من الحالمين بالهجرة. بهذا التقرير نصل مشاهدين لنهاية هذه النشرة الإخبارية. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية طيبة وإلى اللقاء.